صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم عندنا مخبوزات تركي. انا كل الشغل عندي تركي لان عاشرتهم وشغلاتهم حلوه، يعني مو مثلنا، يعني احنا كل شغلاتنا ناكلها دسمه، وهاي هما شي معتدل ياكلون شغلاتهم. يعني مثلا اي مخبوزات عندهم حلاها قليله، الدهن قليل، يستعملوا مثلا احنا نستعمل الزبد مثلا وحده او اثنين، هم لا قليل. الزيت يستعملوه بقله، فتطلع شغلهم حلوه. المعجون المخبوزات عندهم. فهسه ان شاء الله عندنا هاي، عندنا كوب طحين، واذا احتاجينا طحين هم عندي نص كوب هم. عندنا زيت حسب عينك ميزانك، لا بكثرة، وحليب أقل من نص كوب. عندنا ملح، رشة ملح. أهم شي عندنا الخمرة الفورية، هي شغلنا كله بيها. هم تستعجل لنا الشغلة على السريع إذا ردتيها، مثلا المدارس، إجاز غبار على السريع. أهم شي الخمرة الفورية، ما يضر إذا تحطين أكثر عندنا المي نزيده على كيفه ونعجن. هسه احتاجين المي، عندنا شوية يابسة. احنا من نخبز الخبز عادة احنا العراقيين نحط ايدنا بالمي، بس هم لا، بالزيت او بالدهن او بالزبد، ما يقوم عندش العجين. تجي العجينة تصير هشة، يعني حلوة. العراقيات مدبرات بكل شي. والله هاي جارتي تركية، كانت بتركيا، يعني من تيجي تسوي شي وهي بوحدها واني بوحدي، شلون تصيحي؟ واني هم من شغلات عراقية كنت اسوي، هم كنت اصيحها. تقول انتو هواي تستعملون زيت، هواي تستعملون شغلات. هما صحيح اقتصاديين بس مو لدرجة يعني يستخسرون بنفسهم، لا. من يصير عزومات تعالوا شوفوا شلونهم، عزوماتهم كلش حلوة وراقية، مو مثلنا. احنا عزوماتنا لا، كثرة وكلها تنذب بالزبالة. حشاكم. شوف حبايبي عجينة شلون متماسكة طرية. هاي هيش فد نص ساعة أنا أعطيها أقصى حد 3/4 الساعة. نغلفها باللايمون. حبايبي أغلفها وارجع لكم إن شاء الله. ننتظرها في نص ساعة 3/4 الساعة حسب التخميرة مالتها، هي الفورية منضبط. وارجع لكم إن شاء الله. هلا حبايبي، هسه أنا عندي اختمر، شوفوا الحجم مالته حلو، صار متماسك أكثر. هسه نقسمها نصين.
نشتغل من زيت نسوي زيت حتى لا يتسخ عندنا. نتركها شوي 10 دقايق. عندنا ورق الزبدة نشيل ايدنا نفتح. عندنا كاكاو وشكر شوية ماء. أقول فضلوا الكاكاو مر. تسلم. أضيف كاسة فتناكم حوالي شيل المقلوبين نفتح العجين. هاي جارتي التركية تركيا شلون تسوي شكرا. تحط قليل يعني تاكلين المخبوزات مالتهم شوفيها طعمها على مرورة تنطي قليل الشكر فيه حيل قليل. هم يحبون يسوي حبيبتي هسه نطويها. نسوي اللخ. نفس الحالة حبايبي هسه هاي هسه تسوي نحاول نفردها يعني شوية رباعة حجمها. حط لها شوية خليها بالفرن ونطلعها اشوفكم اياها. حبايب هاي الشكل النهائي المخبوزات التركية مالتي. حبايبي يسلمكم العافية. مع السلامة. لا تنسون الاشتراك واللايكات مالتكم وتعليق حلو مثلكم حبايبي. مع السلامة.